اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن معجون الاسنان. النهارده على قناتنا اسنان اونلاين هنكشف لكم بعض الحقائق اللي ورا الاعلانات البراقه اللي بتظهر على السوشيال ميديا وعلى القنوات. هل كل معجون اسنان فيه فلورايد؟ وهل لازم يبقى فيه فلورايد؟ هل كل معجون لازم يكون له مواصفات معينه؟ وايه الفرق ما بين المعجون اللي للتسوس والمعجون اللي للتبييض والمعجون اللي للحساسيه؟ كل دي انواع مختلفه، عايزين نعرف ايه الفرق ما بينهم. ركز معايا قوي في الفيديو ده لان كل معلومه فيه هتغير روتينك تماما. انا دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. تمام، طب معجون الاسنان ده عباره عن ايه؟ معجون الاسنان هو تركيبه علميه فيها بعض الحاجات الاساسيه، وعايزك تركز معايا عشان كل مكون فيهم مهم جدا جدا، ولازم انت بنفسك وانت بتشتري المعجون تاخد بالك من كل المكونات دي. رقم واحد الفلورايد، ودي الماده الاساسيه واهم مكون من مكونات المعجون، ودي طبعا بتقوي طبقه المينا وبتحمي الاسنان من التسوس. ولازم لما تيجي تشتري المعجون تدور على كلمه فلورايد على العلبه او على المعجون. لازم تلاقي كلمه فلورايد فلورو، لازم تلاقي كلمه فلورايد على المعجون لان ده المكون الرئيسي في معجون الاسنان. تاني حاجه هي ماده كاشطه خفيفه مايلد ابريزيف زي بيكربونات الصوديوم وزي السيليكا، ودي ماده بتنظف اسطح الاسنان من اي حاجه بتبقى ماسكه فيها اكل او اي حاجه ستينز او ماسكه في طبقه المينا بتنظفها. رابع حاجه ودي مواد رغويه زي SLS، دي بتديك الاحساس بالنظافه ولكنها بتعمل بعض الحساسيه لبعض الحالات اللي عندهم بعض التقرحات المزمنه في الفم. فخد بالك لو حاله عندها تقرحات مزمنه في الفم فلازم تاخد بالها ان الماده دي ما تكونش موجوده عشان ما تزودش التقرحات وتعمل لها التهابات اكتر والم اكتر. رابع حاجه ودي عن نكهات ومحليات، ودي عشان خاطر تديك طعم مقبول للمعجون. ما تقلقش، مش سكر، مش معقول هيحطوا سكر في معجون الاسنان، هي بس بتدي طعم ونكهه للمعجون عشان يبقى مقبول للناس كلها. اخر حاجه وخامس حاجه مواد مضاده للبكتيريا، ودي موجوده في بعض انواع معاجين الاسنان مش موجوده في كل المعاجين. وعايز الفت نظرك لحاجه، ان مش كل معاجين الاسنان فيها نفس التركيبه. لازم تاخد بالك قوي قوي من الموضوع ده، ان في معاجين اسنان كتير ما فيهاش فلورايد، وده طبعا الفلورايد ده مش هيبقى حاجه كويسه جدا مثلا للاطفال او الناس اللي عندهم معدل التسوس عالي. كل شويه رغم ان هو بينظف بيحصل عنده تسويس، ده بنسميه حاله ان عنده معدل تسوس عالي، فلازم يبقى المعجون فيه فلورايد. تعالوا كده نعدي على انواع المعجون الاسنان اللي موجوده في الماركت او الصيدليه. رقم واحد اول نوع ده اللي فيه فلورايد العادي، وده مناسب وانسب نوع لمعظم الحالات. دورك انك تتاكد ان مكتوب عليه ان موجود فيه فلورايد. تبقى ماده اسمها صوديوم فلورايد او ستانيوس فلورايد، لازم تتاكد ان ده فيه، وبالتالي المعجون ده معجون فلورايد ومناسب جدا ليك وتقدر تستخدمه. تاني نوع هو معجون الاسنان للحساسيه، اشهر انواع المعاجين لان ناس كتير جدا عندها حساسيه في اسنانها، بيبقى عندها الم مع الساقع او الساخن، وبالتالي بتبحث وبتسال عن المعجون الحساسيه. وده معجون ضمن مكونات ماده اسمها بوتاسيوم نتريت او ماده اسمها سترونشيوم كلورايد. وده طبعا المعجون ده بيشتغل على انه بيسد القنوات المفتوحه في الاسنان، وبالتالي بيقلل او بيمنع تدريجيا ومع الوقت بيمنع الاحساس بالوجع مع الساقع او الساخن. ثالث نوع هو معجون التبييض. معجون التبييض مش بيبيض الاسنان زي العياده، ولكن استخدامه المنزلي بيحسن الدنيا اكتر عن طريق انه بيشيل البقع الخارجيه اللي على اسطح الاسنان. وطبعا في المعجون ده هقول لك على نصيحه مهمه جدا، الاستخدام الكتير له او الاستخدام بطريقه خطا ممكن يؤدي لتآكل في الاسنان او تآكل في طبقه المينا بتاع الاسنان. ولذلك استخدامه وانك تختار النوع لازم يكون نوع معروف كويس، واستخدامه بطريقه معينه طبعا باستشاره الدكتور. رابع نوع هو معجون طبيعي بدون فلورايد. بعض الناس بتحب المنتجات الطبيعيه لكنه للاسف بيبقى بدون فلورايد، فمفيش حمايه اكتر من التسوس. واقدر اختصر لك الجزء ده في انك انت لو اسنانك مش بتسوس بسهوله، انت مش من الناس اللي بتاكل سكريات كتير وباستمرار، تقدر تستخدم المعجون العادي جدا اللي بدون فلورايد. لكن لو انت معدل التسويس سنانك بتسوس بسهوله، لا لازم معجون طبعا فيه فلورايد. وطبعا كعادتنا اغلب الناس بتعتقد ان اغلى معجون هو افضل معجون. احنا يا جماعه دايما يهمنا المكونات بتاع المعجون، مش الاعلان اللي شدني عشان اجيب المعجون.
وبرضه بعض الحالات فاكره انها لما تحط كميه معجون كبيره كده افضل وهتنضف اكتر واسنانها هتبقى احسن. لا، احنا يكفينا قد حجم حبه البسله كده، ده اناف كفايه قوي قوي وهينضف كويس قوي، خصوصا في حالات كتير زي حالات الاطفال مثلا اللي مش هينفع ان هم يبلعوا كميه كبيره من الفلورايد، ده ممكن يسبب مشاكل. جينا للموضوع المهم، هنستخدم المعجون ازاي؟ هنحط كميه صغيره على الفرشه مش كميه كبيره، احنا مش بنعمل اعلان تلفزيوني اللي بنشوف في الاعلانات ده مش صحيح، احنا بنحط كميه صغيره جدا على الفرشه ونبدا نستخدمها. اغسل اسنانك بالمعجون من غير ما تبل الفرشه عشان المعجون يشتغل بكفاءه كامله. بعد ما خلصت غسيل بالفرشه والمعجون ما تتمضمضش جامد وكتير عشان عايزين نسيب طبقه فلورايد خفيفه على الاسنان كده تكمل حمايه للاسنان. وفي الآخر أقدر أقول لك إن المعجون مهم، الأهم هو طريقة استخدامه والاستمرارية على استخدامه. لازم نختار معجون يناسب حالتنا، مش إعلان شدنا نشتري المعجون على أساسه. ودايما خليك فاكر شعارنا ابتسامتك عنوانك. وأخيرا ما تنساش تعمل لايك واشتراك على القناة عشان تكمل الرحلة معانا. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين، أشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.